النهاردة هنعمل معاكم فطار أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبرمضان فرحانين ومبسوطين. وهجرب معاكم الكوبيبة اللي أنا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، واللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. وهنعمل كمان بطاية كده تحفة. السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت البطايه وغسلتها كويس ونقعتها في محلول النقع بتاعنا. اللي ما شافش محلول النقع يروح يشوفه. بعد كده الخلطة الأساسية بتاعتنا لجميع الفراخ هي طماطماية وبصلاية ورق لوري وحبهان، ملح وفلفل، بهارات فراخ، بس كده. ونضربها كويس ونتبل الفرخة بتاع الفراخ أو البط أو أي فراخ عندك أو أي حاجة، تبليها كده وحطيها في الفريزر عادي، مفيش أي مشكلة. دي التبلة الأساسية بتاعتي. هتبلها بقى من فوق ومن الظهر كده، ودعكيها كويس بقى بإيديكي كده من فوق ومن تحت كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين شكل البطة تحفة يعني. من محلول النقع اللي احنا نقعنا. نحط مية بتغلي على النار فيها قشر برتقان وكرفس وبصل ورق لوري وحبهان، ملح وفلفل وبهارات فراخ، بس كده. واول ما المية تغلي معانا هننزل على طول بالبطاية بتاعتنا واللوازم بتاعتها، وبتاخد حوالي ساعة في التسوية. تعالوا بقى نحط مية على النار فيها ملح وليمون وزيت، ونسلق مع بعض الورق العنب. بس كده هنحطه في المية المغلية، ولما يتعمل من الناحية دي نقلبه على الناحية التانية. وممكن كمان تطفي عليه وتسيبيه كده في المية المغلية يفك كده من جوه، لان هو بيبقى متجمد من جوه جدا. وبعد كده بتطلعيه على مية ساقعة من البوتاجاز. تعالوا بقى اوريكم الخلطة بتاعة المحشي اللي انا عملتها معاكم وفرستها معاكم. جبت هنا الرز وحطيت عليه ملح، حطيت عليه فلفل اسمر وبهارات مشكلة وكمون. وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعه المحشي اللي انا مفرزاها معاكم. ودي الخضره اهي اللي انا مفرزاها معاكم. بصوا طالعه خضره وجميله ازاي. الخضره يا جماعه لازم تطلعيها مجمده وتستعمليها وهي مجمده. ونقلب كويس ونجيب حله بقى تحطي فيها بصل وفلفل وطماطم. وقلبنا الخلطه بتاعتنا وهنحشي بقى الورق العنب بالشكل بقى اللي يريحك. بصوا بقى انا عملت النهارده الفطار. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم، يعني الاكل والله فايت بحاله، مش عارفه في ايه. كل سنه وانتم طيبين. رمضان طبعا جاي بخيره يعني. تعالوا بقى نحشي السمبوسه. جبنه قريش، جبنه براميلي، مكعب جبنه كيري، جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا. ونقلب دول كويس كده مع بعض، وننزل كمان بشويه خضره كده من الفريزر. بصوا ونقلب بقى كل ده كده مع بعضه. بصوا عايزه اوريكم نوع سمبوسه كده جبته. جيت افتح العلبه لقيتها القطعه كبيره تنفع للسبرينج رول. بصوا ما شاء الله، يعني انت بقى تقطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. فانا سبت واحده هعملها سبرينج رول معاكم، والتانية هنقطعها بقى نصين بالطول كده عشان نعملها سمبوسه. عايزه اقول لكم ان النوع بتاعها طلع كويس جدا وحلو قوي يعني. بتطلعيها بقى بتحطيها في الفريزر وتطلعيها تفك وتحشيها. وممكن تحشيها وتحطيها في الفريزر عادي جدا. بس ونقفلها كده. وممكن تعملي لها بقى دقيق. انا هعمل دلوقتي طبعا دقيق بميه عشان اقفلها بيه. وبنحشي السمبوسه بالطريقه دي، الطريقه العاديه خالص. بس كده. بصوا انا هنا جبت دقيق وعملته بميه وعشان اقفل الحتت كده اللي مفتوحه. ايوه كده. وهروح بقى اعمل الكميه كلها. بصوا هنا انا عملت كميه، يعني انت كل يوم تعملي كميه، تعملي نصها والنص التاني ايه تحطيه في الفريزر. ده كده محشي الورق العنب. انا عصرت عليه ليمون بس الحته دي ما جاتش. وحطيت عليه شوربه من بتاعه البط. انا وريتكم الشوربه. وهنا حشيت بتنجان وفلفل وكوسه وسقيتهم برضو بالشوربة بتاعتي. تعالوا بقى نعمل الكوبيبة بتاعتنا بتاعة المنصورة. احنا بنحب نسلقها في الشوربة. بحط الشوربة وبحط الكوبيبة فيها وما تخافيش ابدا مش هتفك. وهوريكي دلوقتي شكلها يعني تحفة يا بنات. احنا بنحبها، في ناس عندنا بيحبوها مسلوقة وفي ناس بتحبها متحمرة. وهقول لكم برضو حمرناها ازاي. دي بقى صينية جلاش كده بالجبنة واللحمة. بصوا بترصي بقى نص الكمية تحت، وكل راق بتدهنيه. وبعد كده طبعا اللحمه دي انا مفرزاها وحطها في الفريزر. بحط عليها شويه جبنه موتزاريلا على شيدر على رومي. وبعد عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا وما شاء الله الاكل كله حلو قوي. والبطايه تحفه بصراحه، طعمها حلو. محلول النقع ده يا جماعه يعني بيخلي طعم الزفر معاكم وطعمه حلو قوي حتى بعد ما بيتسلق. وحتى بعد ما تحطي له الخلطه طعمه جميل جدا جدا ومش زفر ابدا.
ده بط العابد طبعا. بعد ما خلصت صينيه الجلاش قطعتها، وحطيت هنا كوبايه لبن عليها بضايه وملح وفلفل، وهسقي بقى الجلاش بتاعي. وبعد كده هحط عليه على الوش، بعد ما يتشرب كويس كده اللبن بتاعي، احط له شويه جبنه موتزاريلا على شيدر على رومي، وهدخله الفرن على درجه حراره 250، وهسيبه بقى لغايه ما يتحمر. بصوا الكوبيبه بتسيبيها على النار حوالي ربع ساعه وبتستوي، وبتطفي عليها وبتسيبها في الشوربه بتاعتك. بصوا يا جماعه الكوبيبه الواحده بوحدتها والله. ده لبن، انا كسرت اللبن الناشف وبليته بميه، وبعد كده صفيت الميه، وقبل المغرب كده بربع ساعه بتحطي له اللبن وتحطي له السكر، وده المشروب بتاعنا النهارده. بصوا الكوبيبه ما شاء الله. البطه بقى استوت معانا، بنجيب معلقه صلصه، بحط عليها بهارات فراخ وملح وفلفل، وبحط لها معلقه سمنه بلدي، او تاخدي الوش بتاعها، الوش بتاع الشوربه وتحطيه برضو ينفع، وتقلبي كل ده كويس جدا مع بعضه. وبعد كده بتدهني بقى وش البطايه وبتدخليها الفرن تحت الشوايه، ولما تحمر من فوق تقلبيها على ظهرها وتحمريها من فوق ومن تحت بالطريقه العاديه. تعالوا نحمر الكوبيبه. احنا بنحمر الكوبيبه ببيض بس، بتوع المنصور عارفين ان احنا بنحمرها ببيض بس، مفيش ولا فيجيتار ولا بقسماط ولا اي حاجه، هو بيض بس عليه ملح وفلفل وشويه زيت، مش كتير في الطاسه، ما تحطيش زيت كتير وبس. وبتحطيها كده في البيض وبتحطيها بعد كده بتحطيها في الزيت وبتقلبيها لما البيض يتحمر معانا، بتقلبيها على الناحية التانية، وبعد كده بتطلعيها. احنا عندنا في ناس بتحبها متحمرة والاغلب بيحبها مسلوقة، فانا طبعا سبت جزء مسلوق، وبتقدميها على السفرة وهي مسلوقة كده بشوية شوربة من بتاعتها. عايزة اقول لكم طعمها تحفة، جربوها يا بنات. ودي كانت في الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو بقى، ما شافش طريقة الكوبيبة، يروح يشوفها. واللي ما شافش الفيديو ده مهم جدا ان هو يشوفه، لان هو في حاجات كتير هنعملها بقى، هنسويها مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده هحمر بقى السمبوسة بالطريقة العادية. ودي صينيه الجلاش، بصوا شكلها تحفه وطعمها جميل جدا. ودي شكل سفرتنا صوما مقبولا وافطارا شهيا. ده فطارنا اول يوم رمضان، وبالف هنا وشفا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو